صباح الخير. ايه عاملين ايه؟ طيب. طب بقى الناس ما تجمع. حلو حلو قوي. ازيك يا صالحة؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك يا مجدي؟ مجدي الشرقاوي ازيك؟ الناس اللي على اليوتيوب، السلام عليكم من تونس، السلام عليكم بالجزائر، اهلا وسهلا. متابعك من نيويورك علي، ازيك يا علي؟ انا عارفك يا علي. الصورة حلوة هنا؟ الصورة عندك حلوة. أميرة فاروق ازيك؟ سوسو صباح الخير. ازيك يا صبا؟ معاوية ازيك؟ مجدي صباح الخيرات. عاملين ايه؟ ام عيسى ازيك؟ شكرا يا ميرفت، شكرا. وانا كمان بحبك يا زهير خطيط. انت استاذ زهير بتاع الاردن، ولا زهير مين؟ زهير بتاع الاردن اللي كنت عندي من كام يوم هنا. صباح الخير، ازيك يا فياض؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. فاضل انت فاضل المناضل واحد بس ولا كذا واحد؟ لك صبح تاتا اتنين في تلاتة. شكرا يا زهير، اشكرك اشكرك. شكرا شكرا شكرا. رامي ازيك يا رامي؟ ازيك يا دكتور رامي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا عقبة؟ انا تمام 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 الحمد لله تمام. مدير عام مساعد البترول من طنطا. يا باشا اهلا وسهلا. لا ده زهير التاني اردني اصلا يا باشا، كان عندي بس يمكن مشكلتي معاك ان كل ما احب اسمع لايف عنوان الاقصى الاسئله اخد الاقصى الاسئله عند حضرتك لموضوع تاني خالص. معلش يا حاج، اصل اسمه لايف يعني. هو عارفه لو انا خفيت من العصب الحائر من على النظام في اسبوع واحد فقط يا باشا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فضل ربنا علينا كبير الحمد لله. هو ده بتاكلي رز مع الملائكة ولا بتاكلي رز لوحدك؟ يقول لك بياكل رز مع الملائكة. سمعت حد بياكل بتنجان مع الملائكة؟ هو بياكل رز يا باشا. شفت حتى الدكتورة مين؟ اه والله يقول لك دخل ياكل رز مع الملائكة. انت فاهم؟ ياكل سكر مع الملائكة، لكن ياكل رز، ياكل بتنجان مع الملائكة. الكلام ده طبعا للأستاذة أحباب الزهراء، أنا مش عارف اسمها الحقيقي إيه. أيوة يا باشا، أنا طبيب رعاية مركزة في السعودية، وبنشر نظرية حضرتك هنا. محمد علي، بسم الله ما شاء الله. طب يا محمد ابقى تواصل معايا بقى في الماسنجر عشان الناس، يعني عايز اعرف الناس الدكاترة بتوعنا بقى. والدكتور عمرو النحاس باشا صباح الخير يا باشا. انت قاعد في بلطيم يا باشا، انت منور الدنيا والله. فهو لايف يا استاذه اللي سالت يعني، فاحنا مطرح ما الدنيا تودينا وطول ما في العمر بقيه ادينا بنقول اللي في بيرضي ربنا ويرضي ضميرنا وخلاص، يعني بظروفنا بقى. ماشي. يعني ده مسجل يا امير، ده لايف مسجل. انا هعمل بعد كده فيديوهات مسجله خلاص، بس انا ما بعرفش يعني اقعد قدام كاميرا واتكلم مع نفسي. مش هعرف. مش هعرف. بتنجان قلايط يا صبا، بتنجان قلايط مع دقيقة التوم. تقعد بقى ده ازاي بقى يقعد يشوف الملايكة؟ ما تشوفوش يا باشا، ده واكل توم. الملايكة ما تزوروش. يعني لو حلم لك حلم واتصل عليك يعني وقال لك انا حلمت لك حلم، ده واكل بتنجان يا باشا، ده لا يؤخذ منه رؤية ولا شهادة ولا أي حاجة يا باشا، حتى تنتهي معاناته. ده حتى تنتهي معاناته. ده لايف مسجل.
نعم 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 حقا. انت اصبت. هقول لكم الدوالي النهارده، هحكي الموضوع. حلقه النهارده على فكره حلوه جدا، يعني حلوه جدا ان شاء الله، حلوه جدا. ايوه، اللي هيمشي على النظام ويشوف يا باشا، ده انت بتشوف حقيقي. انت عارف النظام ده ميزته ايه؟ النظام ده ميزته انه انت بتتحسن. البتنجان في الحلم نصره. ايوه يا باشا، استاذ سيد بيقول صح اهو. ده ازيك؟ محمد علي، محمد يا علي ابعت تليفونك يا باشا، احنا مع حضرتك. انا اتواصل معاك. انا احب قوي الدكاتره. ضغط العين هقول، او انا هقول كل الكلام النهارده. حلقه النهارده ارمي الزيت بعد قليه بطاطس واحده يا باشا. انا بقلي في الزيت لحد ما يسود خالص. انت عارف عارف لتر الزيت بكام يا استاذ احمد محمد راضي؟ عارف انت بكام ازازه الزيت دلوقتي؟ انا بقعد اقلي في الزيت يا باشا لحد ما زي بتاع الطعميه كده. حتى السماله تخلص على الزيت خالص. فاهم؟ طيب ازازه الزيت ب 100 جنيه. خلاص قشطه، تقعد لحد ما الزيت يخلص. اه يا باشا، اقلي في اي زيت يا باشا، اقلي. طبعا انا هقول كلمه بس لله، يعني انا هقول كلمه لله. طبعا اختلاف في الزيت، نوع الزيت اللي هتقلي فيه هيفرق، يعني ما فيهاش كلام. بس ده خلي بالك، ده زيت بيتعرض للسخونيه كذا مره. فاهم؟ فانت يعني ما تستهونش بالموضوع، يعني ما تتعاملش معاه انه عادي. لا، هو مش عادي. الزيت نوعه بيفرق. حتى هتلاقي لون البطاطس على زيت غير لون البطاطس على زيت تاني. فاهم؟ أميرة زيت زيتون من الجزائر. والله يا أميرة، أنا لو وريتك زيت الزيتون اللي عندي، أنا عندي حاجتين هتحاسب عليهم يعني. عندي كمية زيت زيتون من مختلف بقاع الأرض. فاهم؟ مدريد وموريتانيا والمغرب وشبه الجزيرة، من فلسطين ومن العريش. انا شغال عادي بالزيت بتاعنا المصري العادي، ماليش دعوه انا. بص حضرتك، انا بقى انا طالما في حاجه ريحتني، فخليك في اللي انت فاهمه. خدي ازازه يا اميره، مفيش مشكله. ازيك يا عثمان؟ ازيك يا ليلى زوك؟ ليلى زوك. النظره جت. كله ربع ايديه بقى. عشان ازيك يا حمدي؟ هي بتدرس الانفعالات والبادي لونجج. البادي لونجج. انت محتاج ترتاح في العزبه يومين. ايوه حضرتك صح. انا عندي اليومين، بس انا ما عنديش عزبه. طمني على المدام محتاجه تريح في العزبه، تغير جو يومين. الدكاتره كانوا زمان يا الدكتور يبقى بسيط كده خالص، يعني الدكتور ده بسيط خالص، بسيط خالص. تريح في العزبه يومين بس، تغير جو يومين مش بالكح. يا اما دكتور بقى محمود المليجي، انت قدامك يا ابني 6 شهور في الدنيا، فما يرضكش ترتبط هي بميت. قال لي يعني التاني انت ضامنه بقى. فاهم؟ يعني التاني معاه ضمان بقى، ده 6 شهور هيموت. انت دكتور وادرى بقى بالحاله. طمني يا دكتور، طمني يا دكتور. قال له ما تعشمنيش في الدنيا. قال له لا، ده في دكتور هيعملها المره دي بطريقه تانيه بقى. قال له هو جربها 5 مرات كلهم ماتوا. قال له طب المره دي؟ قال له لا، هو دخل من هنا، اخش من الجنب بقى المره دي، اخش من الجنب. فيعني نسبه الشفاء راجل برضه يعني. فانت دايما محصور يا قلبي، او محاصر ما بين نوعين الدكاتره دول. يا اما ترتاح في العزبه تغير الجو يومين، يا اما الدكتور محمود المليجي اللي انت هتموت في خلال 6 شهور، يا اما الدكتور التاني اللي بص في عينه وراح مديله حقنه كبيره. هم 3 دكاتره دول تعرفهم، دول انت اللي تعرفهم بس. دول ال3 دكاتره اللي تعرفهم. وطبعا الدكتور اللي قطع صباع محمود عبد العزيز
في بئر الخيام، قصدي في اعدام ميت. 3 دكاتره دول بس اللي تعرفهم. فدول ما تحكمش بيهم على بقيه الدكاتره، ما تحكمش بيهم على ايه رايك في الادويه النفسيه. انا رافض الدواء كله، رافض الكيميكال، يعني فاهم، رافض الكيميكالز في عموم الحياه، لان جسمك بيتعامل مع الكيميكالز دي على انها سموم. عزبه عايزين الساحل لا انا عايز اغير جو في العزبه. وبعدين العزبه اصل فيها حضرتك، بصي، العزبه مش مجرد بس خضره، لا لا، روجيه نوار العزبه. صباح الفل يا مجدي، حماده مجدي، صباح الفل. العزبه فيها خضره وفيها هوا، وبعدين فيها بهايم ومعيز بقى. يعني انت السكر هو دواء لاي داء، صح 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 صح، دي حقيقه دي حقيقه. لا فيها بقى بهايم، يعني فيها حاجات بقى رايحه ما فاهم. فانت هتقعد تتفرج بقى وتسمع كمان حاجات جميله، انت فاهم. يعني برضو البحر ده يعني حبسه، لكن انت بقى التانيين بقى خضره وطبيعه وفاهم وعسل. يعني انت انت بتحب الطبيعه ان شاء الله هيكون، بس فاهم يعني، خد اقعد وبقى وناموس وجل معلش يا أميرة عز، أنا بتكلم من وضع السائح. أنا مش هبقى قاعد فاهم، وأنا هبقى سائح، يعني أنا هتعامل معاملة السياح، مش هيبقى عندي ناموسية، فما هيحطوا لي كيتو. عارفة الكيتو؟ هيحطوا لي كيتو، ماشي. الحجامة للاستشفاء من إيه؟ ما هو حضرتك الدكتور ده اللي قال هي محتاجه عزبه، انا مالي الله. ليه حضرتك برضو وجعلها دماغي انا ماليش دعوه، هو الدكتور اللي قال العزبه، حضرتك محتاج تروح العزبه، فاهم قصدي؟ محتاج انت تروح العزبه. بص ليلى زوكي يا عيني بتزعل وانا باجي اهزر معاها، بتتاثر. دواء الكوليسترول بيعمل تنميل في الشفايف واللسان، طبعا هو بيعري الاعصاب كلها. دواء الكوليسترول بيعري الاعصاب كلها، عشان كده اللي بياخد دواء الكوليسترول بيبقى قلبه ميت ما انصحكيش ترتبطي بحد بياخد دواء الكوليسترول لانه قلبه ميت خالص يعني والبرد عنده ما بيوقفش خالص، يعني ما بيوقفش خالص البرد، فاهم. لان اعصابه الطرفيه يا حبيبي ده متعريه، فاهم. ف فما انصحش، ما انصحش حد يعني يبقى بياخد دواء الكوليسترول ويقعد قدام التكييف، لان اعصابه هتبقى متعريه خالص. فلو جاله العصب السابع بقى من التكييف او العصب الخامس قام عليه ما يزعلش. وافتكروا ان انا حذرت من اللحمه من فتره، وقلت اللحمه اذا كان ناهب، قلت اللحمه ماشي. اللحمه اميره عز بتقول لك ده كسحني حرفيا. اللحمه فيه محقونه حاجه، والحقن ده توكسيك، يعني حاجه بويزنس يعني حاجه سامه. شكرا يا ليلى. دي حاجه سامه يعني جسمك هيتعامل معاها بردة فعل عنيفه، وردة الفعل دايما بتبقى ردة فعل عزيرة. أنا عمري 70 بعد نظام الطيبات بفكر أتجوز. والله يا حضرتك هذا من فضل ربي. اللحمة مش عارف محقونة إيه يا أستاذ أحمد الصراحة، بيقول محقونة نوتيلا. يا ولا يا ولا، أنت بتاخد دواء كوليسترول أعصابك متعرية، أنت أعصابك متعرية، خاصة العصب الحائر متعري فاللي هياكل لحمه ويشتكي بالاعصاب ما يزعلش، يعني شويه الاعصاب ما يزعلش. فاللحمه اليومين دول حتى حسام الجندي، ازيك يا حسام. على فكره انا بحب كلمه الجندي، بس هي المفروض تبقى الجندي. يعني هل هو الجندي يوم ما سموه الجندي
كانوا قصدهم يسموه الجندي ولا هو جندي؟ واحنا قلنا الجندي تسهيلا يعني، يعني هو المفروض يكون الجندي. هل هذا لايف مسجل؟ ايوه هذا لايف مسجل. هل هذا لايف مسجل؟ زي مجاهد، يقول لك هو اسمه مجاهد ولا اسمه مجاهد؟ هو اسمه محمد مثلا مجاهد، صح؟ احنا بنقول له يا مجاهد. فهل ده للتسهيل ولا هو كان اصلا قصده مجاهد؟ ايوه صح، هي الجندي اسهل، بس هو اصلا الجندي. يعني احنا المفروض نقول محمود الجندي. محمود الجندي جه. اه مداهد. أميرة فاروق بتقول لك مداهد. العيادة بتاعتك فين؟ ما عنديش عيادة حضرتك يا باشا، أنا قاعد كده بتكلم بس. جندي. محمد محمود الجندي، الفنان محمود الجندي. أيوه لأن هو محمد، هو محمد. محمد على الوزن مفعل، وأنت بتقول محمد، فاهم؟ بس ده اللي أنا يعني كنت عايز أقوله، يعني كنت عايز أضيف. أنا جاي أضيف. ماشي. وبعدين شرقاوي. الباب بتاع العمارة في الشتاء جه كان مقفول. باب عمارة ايه؟ الجند ايوه صح، حد سنة 30 بقى يبقى الجندي، يعني هو كان جندي وبقى كده بقى جندي. كيف نرجع عملية الغدة الكظرية؟ ما انا هقول، بقى هقول هقول صح. احفاد خرازس الاحضار، ودول كانوا الجنود فعلا. ايوه الجندي يا باشا، ايوه. احساس حضرتك عالي، احساسي صح. هل انت مجاهد؟ عبده جه اهو. عبده بص، عبده ظهر اهو. عبده ظهر اهو. انت جاسوس، انت جاسوس. عبده انت حقيقي، انت حقيقي ولا هولوجرام؟ ازيك يا سلوى؟ شفت الاضافه؟ انا دايما بحب اجي اضيف. يقول لي حضرتك انت جاي تقول حاجه؟ لا انا جاي اضيف بس. جاي الغدة الكظرية بليز. رأفت الهجان. بخور شطريط. بخور شطريط خسر في وهو بيلعب قمار. بخور شطريط. تفاصيل بقى، تفاصيل وطنية يعني، كلها وطنية. أحبك، أحييك من الغردقة. أهلا وسهلا أهل الغردقة كلهم. أهلا. أيوه زي ضياء وضياء كده، صح صح. لا ده ضياء ده أنت لو جيت تنطقه بالعربي يعني هتزعل منه، يعني فاهم؟ يعني انا مره كنت في المدرسه مع كارما، وبعدين بيندهوا اسمها بقى، فالراجل بينطقوا باللغه العربيه، فالضاد بينطقها واليه بيرققها، فبيقولها ايه؟ ضياء الدين، فاهم؟ فتسمع الاسم، لا ده مش طفل. ده مش اسم، ده استحاله كان طفل قبل كده، فاهم؟ زي كان معايا واحد صاحبي في الفصل اسمه في السكشن اسمه صابر. صابر كنت بقول له صابر انت ازاي كنت طفل يعني، فاهم؟ فاهم ازاي صابر عادي. وعبد الراضي برضه. بتقول انت ابوك 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 اسمه محمود، ليه سميه عبد الراضي؟ والله ضياء الدين. ماشي يا عم. اهلا وسهلا. اهلا فاهم. ليه اسمه، ليه طفل اسمه صابر يعني؟ ليه؟ اه ليه طفل اسمه صابر؟ يا دكتور محسن رد على سؤالي. هذا الذكر مسجل. نخس ازاي على النظام؟ لا النظام ده مش بيخسس، النظام ده بيتخن بس. النظام ده بيزود الامراض. بس انا الجندي بيقول لك اللحمه مالها؟ اللحمه بتاثر على الحاله الجنسيه للرجاله دغري وسكه كده، من غير بقى دخول في تفاصيل. يعني بتاثر على الانتصاب بتاع الرجاله بدون الدخول في تفاصيل. بتأثر على الأعصاب الطرفية بتاعة الرجالة ده بدون الدخول في تفاصيل. يعني مش عايز أدخل في تفاصيل عشان مراعاة
مراعاة. شكرا ايمان عاصي، شكرا. علاج الحرزون، رش على طول، رش. طالما حرزون حضرتك ترش على طول. شكرا يا ام عيسى، شكرا يا حبيبتي، شكرا. قول الاستاذ اللحمه عشان خاطر ما نخشش في تفاصيل، محدش يشتكي شكاوى مش فاهمها يعني، فاهم؟ اقول لك ايه دي بتنمل، او العصب الخامس قام عليا، سناني قامت عليا، العصب السابع قام، في اعراض كده، فاهم؟ فاللحمه مش نفسها اللحمه كالياف، ممكن تجيب لحمه ناعمه جدا زي الضاني، بس هي فيها حاجه محقونه، حاجه يعني، فاهم؟ والشكوى مش في مصر، مش في مصر، الشكوى في كل حته يعني، فاهم؟ الشكوى في كل حته. النظام يعطي انوثه للشكل ده للستات، والرجاله بيعطوهم انوثه. اللحمه فيها حاجه، اللي لازم الى من يهمه الامر بس وخلاص. يعني ممكن حضرتك تاكل لحمه تقرب بكره الصبح، ما اعرفش تاثيرها عامل ايه، ما اعرفش، ما هو انا ده اللي انا هحكيه النهارده بقى، خلاص. لكن انا جالي عيان، في طفل، ايوه حلمي العسال، في طفل اسمه حلمي برضه. حلمي، ما هو انت اسمك حلمي يعني. انا حلمي اما اكبر ابقى اسمي حلمي، فاهم؟ هو ليه معنى، لكن ايه صابر يعني. انت يا ابني، انت في ايه، انت ليه كده يا حبيبي؟ في عيل توفى من الاندومي، في حد عمل لي منشن على الخبر ده، الخبر المفزع ده، وده يمكن كنت انا عايز اكمل كلامي على تحليل الدهون والبروتين اللي في البلازما. يعني احنا اخر مره كنا عملنا بلازما في الميه وحكينا الحدوته دي، لكن الطفل اللي مات ده مش من المواد الحافظه، عشان بس ما حدش يسوحك يعني ما ياخدوش الكلام ويوديك البحر ويجيبك عطشان، يعني ما يقولكش مات من المواد الحافظه، فاهم؟ لا يا باشا، الاختراع ده غلط، الاختراع ده غلط، الاختراع ده مش صح. الواد ده جاله حاجه اسمها موت الفجأة، يعني حصل فجأة ارتفاع في ضغط البطن عالي قوي، القلب حزق فاتلزق، مات، اتسدت امعائه، حصل acute intestinal obstruction، اتقفل فمات. فما جدكش يسوحك، يقول لك المواد الحافظه بقى والاكلات الفاست فود، ويجيبك بقى تتوه انت، يعني انت ياخدك تتوه انت بقى، فاهم؟ لا الموضوع فيه زيوت مهدرجه ولا زيوت مبعتره ولا شريان تاجي مقفول، ده عيل كل مات. بص، هو ده بتقول لك لما كشفوا لقوا التهاب حاد في الامعاء، لما هتلاقي ايه يعني واحد واكل اندومي، فما حدش يحكي بقى يقول لك سموم مهدرجه وسموم مبعتره، واصل الشرايين مقفوله بتاع، وهي اكله في موت، اكله في موت. دكتور العالم كله عنده نقص فيتامين د، ايه السر؟ ما عدا الناس اللي ماشيه على النظام بتاعنا، دول كلهم عندهم تسمية فيتامين د. ازيك يا قمر الدين؟ ما حلمتش بيا تاني يا قمر الدين؟ يعني حضرتك ببساطه كده ان اللي على النظام بتاعنا كلهم عندهم تسمم فيتامين د، من الاخر فيتامين د اللي عندهم معدي ارقام خياليه. اللي على النظام بتاعنا خلصنا الكلام، اللي مش على النظام بتاعنا يشتكي بقى زي ما يشتكي، مش قصتي ده بس. ولا مش على النظام يا استاذنا، فيتامين د بس مش اللي ناقص، فيتامين د طالما نقص يبقى حصل نقص في الكورتيزون، يبقى حصل نقص في التستوستيرون هرمون الذكوره او هرمون الانوثه على حد سواء حسب الجنس. يبقى طالما فيتامين د انت قسته لقيته قليل وانت مش على النظام بتاعنا، يبقى هرمون الذكوره ناقص والكورتيزون مش نفس المستوى اللي جسمك محتاجه، فهو عندك ناقص، وفيتامين د ناقص، والاملاح المريه انتاجها ناقص، وجلدك ناشف، فما عندكش كوليسترول في جلدك اصلا، فيتامين د ناقص يا باشا.
انت بالسلامه. فدي القصه. فما تقوليش ايه سبب نقصه. سبب نقصه ان انت انتاج كل ما هو كوليسترول نيوكليوس، كل ما هو يحتوي على نواه الاستيرويد، كل ما يحتوي على نواه الاستيرويد عطلان عندك، وبتعطله اكتر بالكريستور والاتور، فبالتالي فيتامين د مش موجود. عبده بيسالني انت بتحب الاندومي؟ انا بحبك انت يا عبده. عبده، انت وجودك بيحسسني ان احنا في الزمن الجميل، بيحسسني ان احنا لسه في زمن الرق، فاهم؟ فانا بسيبك، يعني انا بتعلم فيك، بتعلم فيك يا عبده. وجودك يا عبده بيريحني نفسيا. الناحيه الجنسيه تتظبط على النظام طبعا يا باشا. الناحيه الجنسيه دلاله على بقيه الجسم، دلاله على انتظام. شكرا يا اشواق. دلاله على انتظام محور الشهيد بامر ربه النخاميه الدرقيه الكظريه الجنسيه. ولا عزاء للمتوفين، ولا عزاء للمتوفين. شكرا، من اهلا وسهلا مريم من كاليفورنيا، اهلا وسهلا. فالمقصود من كلامي ان حضرتك ما تجيش تتهم بقى في الحاله النفسيه والمزاجيه والعلاقه الوراثيه والامراض المناعيه. ده اسمه هرييه، اسمه كفتيه. ازيك يا ريمون؟ شكرا يا حبيبي. انت بتحبني يا ريمون؟ اشكرك يا حبيبي، انا كمان بحبك حبيبي. فاهم؟ يعني بلاش افتاءات. شكرا يا استاذه، بحبك استاذ ضياء. اشكرك. قولي لي يا مستر، قولي لي يا مستر لو سمحتي. رمضان مبروك ابو العالمين حموده. بنحبك استاذ ضياء. اشكرك. جمان بتقولك فقدت الوزن بعد توقيف دواء السكر. طبعا لازم السكر، لازم دواء السكر بيموت. دواء السكر بينفخ الكبد. دواء السكر بيعصر خلايا لانجرهانز. دواء السكر بيجوع خلايا المخ. دواء السكر ما بيوديش الدم للعضلات فالعضلات تضعف وتخس. دواء السكر بيجوع الخلايا بتاعت جسم حضرتك كله بما فيه خلايا الكلى اكتر ما هي جعانه. دواء السكر بيمنع تكوين الكوليسترول. دواء السكر بيجيب انيميا. عايز ايه تاني يا باشا؟ التزم الصمت. بلا دواء السكر، بلا دواء الغده، بلا دواء السكر. هم يا باشا بص، هم روجوا لامراض وروجوا الاعراض. يعني روجوا للضعف الجنسي باعتباره من سن ال30 مقبول. هم بدأوها الاول ب 45. قال لك اي حد عدى ال 45 الضعف الجنسي مقبول عنده جدا. بعد شويه نزلوا، فاهم؟ بعد شويه الفياجرا بقت تتكتب وبقت اوفر ذا كاونتر، او تي سي. يعني اوفر ذا كاونتر يعني ايه؟ يعني انت مش محتاج حد يكتب لك فياجرا. فاهم قصدي ولا ايه يا استاذ زعبوط؟ اقنعوك بالمرض قبل ما يحط الدواء. باعوا بمليار دولار، باعوا بمليار دولار. انت فاهم؟ باعوا بمليار دولار بعد ما اقنعك ان الضعف الجنسي عادي. الاول ان هو مرض موجود، وبعد شويه لا انت محتاج علاج. فاهم قصدي؟ وبعد شويه اقنعك ان انت وشك متهدل من نقص المواد الغذائيه فبيع لك كبسولات. وبعد شويه اقول لك لا ده انت وشك وبشرتك محتاجه اصلا روتين، لان تعرضها للرطوبه والحر والشمس غلط. اكن ربنا خلقك تعيش في التكييف. انت فاهم حاجه ولا ايه؟ يعني هو بيقنعك بالمرض عشان ابيع لك مستحضرات. اقنعك ان شعرك محتاج مني عنايه ومحتاج مني روتين، وجلدك محتاج روتين ومحتاج عنايه، وان الضغط العصبي اللي عليك محتاج مهدئ،
وان انت تنام محتاج ميلاتونين. فانا الاول بعرض الحاجه، بعرض المرض، وبعدين انا بخلق المرض بطريقتي. يعني انا الم اعراض مع بعض واحطها تحت مسمى واعمل مجموعه، وده بقى مرض خلاص. عشان كده هو يتوه منك في النص. يعني انا هوضح لك. يعني بص بص الكلام ده بقى بتاع الدكاتره اللي انت تحب بقى تسمعه وتبقى انت مبسوط. يعني انت تبقى انت مبسوط. بص، يقول لك انت اهو بقى انت عندك طفره جينيه، والورق بيقول ان انت عندك طفره جينيه او خلل او مناعتك بتهاجمك، او حاجه وراثيه، او مرض نفسي. ما هو انا دلوقتي انا بقى باجي اقول لك اصل ده مرض نفسي، ماشي؟ يعني اما اقول لك ده مرض نفسي انا حدفتك في حته ملهاش رجوع. ما هو مرض نفسي، حل مشاكلك النفسيه بقى، البعد عن التوتر. ماشي؟ بص، اوريفان قنبر، السردين فيه سر كبير، شفاء تام، العلاج بالسردين، يا له من ترند. بص، شفت بقى الهكس؟ ده الهكس بقى، ده الهكس. العلاج بالثوم، هنعالج بالسردين، هعالجك بسم النحل. اصل انت باشا، معنى ان انا بعالجك بسم النحل، يعني افهم الفكره. معنى ان انا بعالجك بسم النحل يعني انا عوضت نقص في جسمك، فسم النحل عوضه. ياسر مكاوي صباح الخير. ما يا باشا دي العلاقه السببيه معناها ان انا لو شلت السبب يزول العرض. ما هو السبب تشيل السبب العرض يروح. لكن اسمه اللي انا بقى بعمله اسمه العبط. اسمه ايه؟ العبط. انا بديك دواء، بديك ايه؟ مثل الطبيبه النفسيه اللي انتحرت. انا بديك دواء مش فاهم بيعمل ايه، انا مش فاهم بيعمل ايه، بس هو الدراسات بتقول بيوطي الضغط. هو انت مشكلتك مع الضغط ولا مشكلتك مع الاعراض اللي مصاحبه للقرايات العاليه؟ بتفهم؟ يعني معنى ان ايوه بالظبط زي الاشواجندا، هديك اشواجندا. مفيش حاجه اسمها حساسيه لاكتوز يا ندى، مفيش حاجه اسمها حساسيه من سكر اصلا، مفيش حاجه اسمها حساسيه من لاكتوز ولا سكروز ولا مالتوز ولا الهكسوز. ده اسمه هكسوز. انا عندي حساسيه من الهكسوز. فاهم؟ اقول له هكسوز، انا عندي حساسيه من الهكسوز. فاما باكل هكسوز كتير البطن بتتنفخ قوي. ليه يا باشا؟ انت واكل سكر قد ايه يا باشا؟ لا هم شويه اللبن. فانت عارف بقى ما عنديش انا اللاكتيز، فاللاكتوز يبقى فيرمنتد فيعمل غازات ينفخ بطني يا باشا. يعني اللاكتوز اما بقى لاكتيك نفخ بطني. طب ما هو بيبقى لاكتوز في علبه الزبادي وما بينفخهاش. يعني لاكتوز في علبه الزبادي وبيبقى لاكتيك بعد 4 ايام وما بتتنفخش علبه الزبادي ولا حاجه، ولا بيبقى ليها مشكله. المشكله في الخياره، المشكله في البضايه، في صدر الفرخه يا حمار، في الكاسين. انا ما بقولش لحد بعينه يا حمار، اصل الكلام ده في الكتب. بالمناسبه كلام اللاكتوز ده هكسوز. انا عندي هكسوز الرجي. انا باكل الهكسوز من هنا بطني تتنفخوز. عبط. وبعدين انت زبون، يعني انت شكلك زبون. فاهم يا باشا؟ انت شكلك زبون. ايوه يا خالد يا فولي. انا اول ما طلعت قلت كاسين، قال لك بس هو كاسين مع لاكتوز تمشي بقى، اللعبه تبقى كبيره بقى. يبقى نلم التخريف القديم على التخريف الراجل ده ونعمل خلطه برضه نطلع بفايده. يعني نلحق اي حاجه قبل ما تبوظ خالص. انت بقى كراجل مسكين لا تعي ما تقول. خلاص، لا تعي ما تقول. فتقوم قايل اللاكتوز، انا باكل لاكتوز من هنا بتتنفخ. حساسيه لاكتوز معروفه. مصطفى محمود كان عنده حساسيه لاكتوز برضه، اي كلام يا باشا. ما انا بسوق لك، بلم اعراض مع بعضيها واحطها تحت مسمى انت ذئبه حمراء. وانا هقول لك المثال اهو. فانا لما اجي اقول لك انت عندك طفره، كانت لي عيانه قالت لي الدكتوره بتاعت البطنه قالت لي يا بنتي انت عندك مرض نادر، الخلايا الدهنيه بتتكاثر وبتنقسم عندك بصوره عشوائيه
وبصوره مبالغ فيها. فهمت يا باشا؟ يعني ايه؟ يعني انا خلايا الدهنيه تتكاثر وبتنقسم لا نهائي. يا باشا ايه المرض ده؟ فكل ما تعمل لها دايت البت تتخن اكتر، ترمي دهن اكتر. فقالت لها انت عندك مرض نادر، الحجاب الحاجز اعلى من قفاك. الحجاب الحاجز اعلى من قفاك. طبعا الكلام ده من كلام الهاكس. ما الدكتور عمرو النحاس مره برضو بيقول لي قال للعيانه انت عندك الزهايمر في الشبكيه باين. قال للعيانه قال للعيانه عندك الزهايمر في العدسه باين ولا في الشبكيه. حضرتك تخيل، سيلياك عبط طبعا يا استاذ سيد. فده هاكس. اما اقول لك انت مرض نفسي او وراثي، يعني اللي اقرع تجيب بنت قرعه حقيقي وراه، او مرض نادر، او هتموت في 6 شهور. ده امضاء الدكتور محمود المليجي. ماشي؟ ده الدكتور محمود المليجي. فهو عمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ هو خلق امراض وروج ليها قبل ما يحط لك الدواء. سوزان بتقول لك شعري بدأ يتخن ويطول مع نظام الطيبات. والضوافر تتفرد، ضوافر الرجلين اللي اتنت دي تتفرد. بيروج لها قبل ما اقول لك الدواء، والمهم بقى تحت اسم اقول لك ايه؟ انت ذئبه، انت فايبروميالجيا. طب افرض بقى الاعراض تاهت عليا، اختلط عليا الامر بقى وانا دكتور شاطر بقى، فاهم؟ فاقوم مقسمه درجات. فاهم؟ يعني انت مش توحد، انت طيف توحد. انت فاهم؟ يعني انت مش ذئبه، انت طيف ذئبه. انت طيف ذئبه وطيف جوجرين، فانت بهجت. طب انت بهجت؟ انت مش بهجت؟ طب نور النور كده. ايه ده محسن مش بهجت. طلع محسن يا فاطمه يا شاكر، طلع محسن ما طلعش. شكرا يا حمدي، شكرا يا حبيبي، اشكرك يا شيماء، اشكرك. فاهم؟ تلاقي هل عندك اولاد حلوين مثلك؟ لا، شبه امهاتهم. شعري طول مع النظام. احمد تصدق يا احمد انا ولا عسل، انت ولا عسل. فاهم؟ رهيب. انت بقى انت طيف يعني تريت. يقول له انت تريت، انت مش طيف، انت تريت. فاهم؟ فيقول له تريت يعني مرض مش متكامل الاعراض المكتوبه، يعني اللي احنا صدقنا عليها بقى كجمعيه اطباء. ما احنا جمعيه اطباء. ازيك يا عايده؟ فاحنا احنا اتفقنا ان الاعراض دي اعراض حاجه معينه، فالاعراض ما جاتش كلها. فاقوم اقول لك انت تريت يعني ايه؟ انت مش الديزيز، انت مش المرض، انت طيف من المرض. ماشي؟ انت ايه؟ شكرا يا اميره. انت ايه؟ طيف من المرض. فيقول لك انت بقى يمكن يكون معاه بقى اعراض من مرض تاني كمان، فيقولوا انت الاثنين، انت تريت من الاثنين. فاهم؟ انت فاهم؟ يعني خدوده، السود خدوده مثلا، مع زلال انت ذئبه. طب معانا شفان ريق وجفاف فم والعرق ناشف، يقول انت جوجرين. طب الاثنين بقى ده اتلموا على بعض، تبص تلاقي الراجل ده، انت فاهم، ضيق نفس او انت على النظام. هقول لسعادتك حالا يا استاذ. وده بقى تلاقيه عنده بياخد دواء ضغط ودواء سكر وتاكل مفاصل والترويه ضعيفه في الغضاريف انت فاهم؟ يعني انت فاهم قصدي؟ يبقى انت يا باشا ما بتيجي تبص على الناس ما انتش فاهم، وتيجي تعمل له بالصدفه تحليل تلاقي الروماتويد فاكتور عنده ثلاسيميا تريت مثلا، والسيكل سيل فيها. يا باشا الحاجات دي كلها هاكس. كل ده يا باشا هاكس. انت فاهم؟ وده بقى العيان ده حلال فيه البيولوجي بقى. انت بقى مش فاهم. هو انت يا باشا تشخيص ما اعرفش، انا مش عارف. انا تحليل الروماتويد عندك اهو بوزيتيف، والذئبه الانكا والاي ان اي بوزيتيف، وعندي زلال في البول، مفاصلي ما بوجعتنيش غير لما خدت الدواء. ده حلال فيه بقى الاوت بلاكونيل والهيدروكين يشتغل فيه والميزوتريكسات. انت فاهم؟ احنا الثلاسيميا اهو. انت فاهم؟ فانت تلاقي خرج انت داخل
يعني عندك ريقك ناشف وعينك ناشفه، ده يا باشا ده اي حد عنده التهاب بيحصل معاه كده. ما انا هقول لك الحدوته بتيجي ازاي النهارده. البقوليات والخضار اكبر كذبه، دي كذبه يهوديه بتخطط لها من سنين السنين اصلا، من 1700 وشويه، من 1700 وشويه بيتخطط لها ازاي ابعد الناس عن الاكل الاصيل. واحنا بقى حقل التجارب. نجحت الشركه الفلانيه في اكتشاف دواء يخفض السكر بدون الم، بدون بتاع. وايه ده؟ اصل لما اغمى عليه لقينا ال دي ال عالي. يا باشا انت بقيت هكصف في ايد بطيخ، لقيت اجري على بتاع المخ والاعصاب واشتكي واعصابي الطرفيه يا باشا انت حكم دماغك قبل ما تسلم عقلك لحد. ربنا ما ده انت حلال فيك البيولوجي بقى الصراحه. بوشك ده، بوشك ده تستاهل. ليه بقى؟ ليه؟ هقول لك لان القصه اسهل من ده. يعني بدل ما خدوده حمراء وعنده زلال يبقى ذئبه وتجرينا بقى احنا نقعد نجري ورا الوهم. ماشي؟ قبل ما تعمل كده في نفسك لازم تفكر بقى ان الطعام والدواء اللي داخل جسم حضرتك يوم ما تأذيك هتأذيك بالشكل ده. لو هي هارد واندايجستبل، يعني اكلك قاسي لا يهضم، او هو توكسيك او بويزنس في نفس حد ذاته، هو سام، يعني الاكل نفسه محقون حاجه او في ماده هي توكسين فيه، هو في ذاته باي نيتشر يعني بطبيعه امره هو توكسيك سام او بويزنس، او هو الرجيك يسبب التحسس. ففي الحاله دي يعني لو اكلي انا سام مثلا، يعني مسموم، يعني هو مسموم الاكل، سواء هو بايظ او الاكل نفسه فيه ماده سامه، او هو حد حقن فيه حاجه سامه يعني، او هو لا يهضم بقى، واكل خشبه شويه تراب، واكل حاجه فيها فحم، حاجه محروقه. يعني انت انا منعت الفراخ عن القطه جدع يا شباب، مش هتعيا بقى القطه دي وريحه الفضلات بتاعتها هتختلف، فاهمه؟ او انت واكل خشبه بقى في وسط اكلك يعني، او واكل جلدة بتنجانه زي اللي الاستاذه احباب الزهراء بتاكله مثلا، حته بتنجانه او حته ازاز وقعت معاك وانت مثلا انا بقول مثلا يعني ماده اندايجستبل، او ماده حتى لو بقت فيرمنتد. خالد عمر صباح الخير، ازيك يا غنيمه؟ ماشي. انا بحب كل البرفانات بالذات الودي، الحاجات اللي هي الخشبيات اللي هي الصندل والحاجات اللي فيها الحاجات دي، بس العود مش قوي يعني، ما بحبش العود يعني. ماشي. كيف اتخلص من الفطريات هحكي لك يا وليد دلوقتي. فالمهم الاكل لو هارد اندايجستبل لا يهضم، او اكل مسمم بويزنس في حد ذاته، او اكل بيسبب التحسس، ده الشكل اللي ممكن الاكل يعني او المدخل الفموي سواء دواء او اكل يضرك بيه. كويس. ولو هو بقى فيرمنتد يعني اتخمر وعمل يعني الفرمنتيشن او تخمره ده طلع من وراه توكسين او ماده كريهه، فانت برضه بتتسمم. طب ايه بقى ايه اللي هيتضر اول ما يحصل كده يا استاذ؟ ما انا اقول يا باشا انت كل الهرش من الصلصه يا عسل. الخلايا بقى اللي هيقع عليها الضرر بقى، اللي هيحصل فيها الانجري، الخلايا المبطنه للمعده والامعاء والقولون بصفاتهم الخلايا المباشره. ما انا دلوقتي انا مبطن الانابيب دي. ازيك يا سامح؟ عامل ايه؟ سامح وجيه ازاي؟ انا مبطن الانابيب دي بطبقه، الطبقه دي اول حاجه هتقابل الاكل اللي انا حكيت عليه، سواء مسمم او مسبب للتحسس او بويزنس او اندايجستبل يعني انا قصدي ما بيتهضمش يعني. هي دي هتبان كده، دي هتبان كده، مش باينه طبعا، دي مش هتبان، لازم نجيب البتاع ده. بص الخلايا حبيبه الله صبرك بالله بقى، ما تعيديش بقى، كفايه سرعه الترسيب بتاعتك خلاص هريتينا.
سرعه ترسيب، ما انا هحكيها، ما انا حكيتها قبل كده، قلت يبقى البروتين عندك عالي، يبقى انت ملخبطه في حاجه، لان دخل مدخل فموي غلط. الخلايا، أوه. الخلايا اللي هو عليها الضرر، خلايا الامعاء والقولون والمعده، المبطنات بتاعت الخلايا، الحاجات دي، الانابيب دي، الخلايا المبطنه هيقع عليها ضرر. كويس. وخلايا مين تاني؟ خلايا الكبد. لانه مستر كده برضه يا اميره، خلايا الكبد يا باشا يقع عليها الضرر، فانت تلاقي الانزيمات تعلى في التوقيت. والغدد الملحقه بقى بالجهاز الهضمي اللي هي الغدد اللعابيه والبنكرياس، فمش صدفه تلاقي الغدد اللعابيه يحصل فيها ستونز، والباروتيد يحصل فيها باروتايتس تتضخم، فاهم؟ او يحصل نشفان الريق بقى، الغدد اللعابيه ما تشتغلش، والبنكرياس يتعصر. البنكرياس ده غده بتفرز انزيمات لايبيز واميليز وبروتينيز وتريبسنز ودي ان ايز، وبيفرز ميه وصوديوم بايكربونات. ده مين؟ البنكرياس. فينشف يا باشا، زيه زي مين؟ زي الغده اللعابيه. يعني البنكرياس والغده اللعابيه غدد ملحقه بالجهاز الهضمي، فاهم؟ احمد يا علي حل عند دماغي يا بابا، بلا رد على الناس بلا بتاع، انا بدات المحاضره خلاص. اللي مش عايز يستنى يتفرج يتخمد ينام، بس ايه وجع الدماغ ده؟ نرجع تاني، يبقى الاكل هيضر ايه؟ خلايا الكبد، الغدد الملحقه بالجهاز الهضمي، غدد لعابيه تنشف، بنكرياس يحزق، والوسط الميكروبي يبقى ايه؟ يبقى خلايا المعده والامعاء والقولون، خلايا البنكرياس، وخلايا الغدد اللعابيه، وخلايا الكبد، والوسط الميكروبي البكتيري. يعني البكتيريا بالفطر بالفيروسات هيتأثر الوسط ده، هيتأثر. يعني لما تلاقي الكانديدا زادت اعرف يا باشا ان الوسط اتلعب فيه. وبعيد عنك الوسط لما بتلعب فيه بتبقى حاجة خطيرة. الوسط ما هو دلوقتي حطيت سم، السم ده هيسم شوية بكتيريا وشوية لا، انت فاهم؟ طيب افرض بقى انا سميت البكتيريا اللي انت بتسميها نافعه، يقوم فيروس مش عارف ايه يعلى، ماشي، الريترو فيروس مثلا، فيقوم عامل لك اسهال، فيقول لك الواد ده جاله عدوى من اكله. يا باشا لا، هو كل حاجه غلط فسم حاجه فالفيروس علي، بس خلصنا الكلام. سم حاجه تانية فعلت كانديدا، سم حاجه تالتة فعلى الاستاف. يعني هو انا سميت حاجه فانا لعبت في الوسط البكتيري الفطري الفيروسي اللي هو الميكروبي، يعني الميكروبي اتلعب فيه. سهل. يبقى الاكل او الدواء اللي باخده، الدواء اصل خلي بالك الدواء ده عباره عن ايه؟ عباره عن بودره. البودره دي بودره ايه؟ مش بودره افرزها الفطر اللي هو الكانديدا مثلا عشان تحارب البكتيريا اللي هي الستاف. البودره اللي رشتها حوالين نفسها، ماشي، واديتها للبني ادم ده في بطنه، فدخل معدته دلوقتي قرص اوجمنتين او قرص يوناسين، كويس. القرص ده نزل في بطنه، فبقت بطنه فيها بودره مضاد حيوي. بودره ايه؟ مضاد حيوي، مع اكله عباره عن نص رغيف مع حته طعميه، فبقى بطنه فيها طعميه وفيها دقيق. يعني الطعميه دي فول على خضار على بتاع على حتت محروقه على حتت متزفته، ماشي، على زيت محروق، انت فاهم؟ يعني تاخد خلطه حلو وجوه البتاع ده رغيف بلدي بقى، فانت ده في تراب وفي دقيق ابيض وفي اللبابه وحاجه فل، ومعاه قرص اوجمنتين اتطحن
وبقى بودره في بطن حضرتك. فاحنا بنتخيل بقى ايه اللي هيحصل، يعني ايه اللي هيحصل بقى في بطنك بعد ما اكلت الزفت ده، بعد ما اكلت خلطه الزفت دي، فاهم؟ فخلايا الكبد هتتاثر، وخلايا الامعاء البطانه هتتاثر، وخلايا الغدد اللعابيه غده البنكرياس هتتاثر. انا دايما بتكلم على البنكرياس على انه غده قنويه، لانه هو فعلا غده قنويه، لانه هو فعلا ايه؟ غده قنويه. فدي الخلايا الايه اللي بتتضرر. عظيم عظيم. بعد كده رقم 5، يبقى احنا قلنا ايه يا باشا؟ خلايا المعده والامعاء والقولون، خلايا الكبد والغدد الملحقه، الوسط الميكروبي. ورقم 5 والاخيره، استثاره ردة فعل مناعية عصبية بقى، حاجة اسمها النيورو اندوكراين سيستم. خلايا، ازيك يا مجدي؟ من فضلك مش عايز اضحك، محدش يضحك، امنع الضحك. استثارة ردة الفعل بقى المناعية العصبية دي نيورو اندوكراين، يعني انا هيجت خلايا في الأغشاء المخاطية بتاعت بطنك كلها. فأنت استثارت خلايا مناعية وخلايا عصبية الاثنين دلوقتي، فتطلع لك هرمونات بقى، سيروتونين وهستامين وجاسترين. عبد الشكور يا مينا، بالظبط بالظبط. فانت عملت 5 حاجات اتضروا دلوقتي حالا بالاكله اللي كلتها دي. بس اوعى تنسى، اوعى تنسى ان اخوك هيعاني معاناه تانية خالص بقى. يعني دلوقتي احنا خلاص عملنا الضرر في 5 اماكن اول ما نزلنا: الخلايا المبطنه، الوسط الميكروبي، خلايا الكبد، الخلايا المناعيه العصبيه، والغدد كلها تم استثارتها، اللي هي بقى الغدد اللعابيه اللي هي الباروتيد والسب مانديبولر والسب منتل والبنكرياس. ده غدد كلها قنويه تفرز انزيمات في مسار الجهاز الهضمي، تفرز انزيمات في مسار الجهاز الهضمي. يعني ايه؟ يعني البنكرياس والغدد اللعابيه هي غدد قنويه. امال يا باشا الانسولين بيطلع منين؟ من غدد ملحقه بالبنكرياس، من غدد ملحقه بالبنكرياس اسمها خلايا لانجرهانز. طبعا احنا هنا بنشوف الاستاذ مسعد بعد ما كل سندوتش الطعميه وخد قرص الاوجمنتين، بطنه بتتنفخ، الضغط في التشامبر ده عالي، الضغط في بطن الاستاذ مسعد عليت قوي، فبدأت تضغط على حبيبي صدره، فنفسه داء، جاله نهجان، جاله ايه؟ نهجان. وضربات قلبه بدأت تتسارع، بدأت تجري دلوقتي يا سوزان، شكرا يا سوزان. وبعدين الدم اللي راجع من رجليه بدأ يقل، واللي رايح لرجليه بيقل. ما هو القلب يا قلبي هنا، ما هما تشامبرز، غرف، كابينة ماسكة في كابينة، فالكابينة بتاعت بطن مسعد أكنك ملبسه قميص وقافله. مش سيدنا بلال كانوا بيعذبوه بيحطوا الطوبة على بطنه؟ يعني فاهم؟ يعني بيحط الطوبة على بطن، ماشي؟ فعشان يضايق نفسه بيموته بالبطيء. كنت اكل فول ما اعرفش اتنفس لحد تاني يوم. ايوه، انت بتعمل انسداد معوي، ما انت بتقفل المعدة، الامعاء والمعدة. فانت يا باشا ما انا هوريك الرسمه بقى. المهم بطن مسعد اما اتنفخت كده، هو نفسه بقى، انت فاهم؟ انت لو لبستك قميص ضيق وعملته كده يا باشا نفسك هيضيق يا باشا. لا، قميص بس، يعني تلاقي نفسك ضاق مع القميص. ما بال حضرتك بطنك فيها بطيخه صيفي بقى؟ انت راجل واثق من نفسك بقى.
انت اكتر حاجه تميزك لمعه الذكاء اللي في عينيك ونفخه بطنك. نفخه بطنك بتدل على ثقتك بنفسك. المهم في التوقيت بتاع مسعد لما بطنه اتنفخت ده، خلي بالك ركز معايا، هو بطنه اما اتنقل، هو التشامبرز، هما تشامبرز يعني كابينه فوق كابينه، شكرا يا خالد يا شافعي، كابينه فوق كابينه فوق كابينه. فالكابينه دي احباب الزهراء جت اهي، اهي ابقى ارجعي يا احباب الزهراء، ابقى ارجعي من شويه شوفي كان في حفله عليكي صغيره كده على الضيق وبمناسبه البتنجان القلايط. المهم احنا كلنا مع نص الرغيف البلدي اللي فيه الطعميايه، كلنا معاه باين على ذكاء لمعه مسعد وبطنه. هو بسم الله ما شاء الله اللي خلف ما ماتش يا حمدي خالص. حمدي خالي حمدي قطعوا له رجليه، قطعوا له رجليه وعنده فشل كلوي حمدي. بالظبط قولون عبد اللطيف بالظبط، هو ده اللي حصل فعلا. اما التشامبر ده او الكابينه دي الضغط عالي فيها، الضغط عالي في الصدر، عالي في الدراعين، عالي في الرجلين. حضرتك بتقول ايه؟ حضرتك بتقول ايه؟ بقول لحضرتك الضغط عالي هنا في الحتت دي. يعني يا باشا اما اروح اقيس ضغطي الاقيه عالي، اما الاقيه ضغط عالي هنا وما بينزلش. يعني ضغط ايدي عالي ما بينزلش، او ضغط عيني. بص عينك، بص عين مسعد عامله، بص يا حبيبي، بص يا بابا عامل ازاي، بص ده برضه مع انه بياكل جزر. مسعد احباب مسعد بياكل جزر، فعينيه بص يا حبيبي عامله ازاي يا بابا، بص يا بابا عينيه عامله ازاي، بص يا حبيبي عينيه ضغطها عالي، انت فاهم؟ وراسه ودماغه ضغطها عالي. تخيل انت بقى انا شريان داخل اغذي العين، فلقيت الضغط عالي في العين فاتحشرت، انا اتزنقت كده. يعني انا شريان صغنون قد كده يا دوب، والضغط فيا بسيط، يعني كتكوت ضعيف الجناح، والدنيا غدرت بيه. يعني حضرتك تخيل آلاء خطاب، بص آلاء كلت فراخ، سقفوا لاختكم كلت فراخ ومكوبسه من ساعتها، كوابيس ومنفوخه بقى، وبعدين وجالها هلاوس وهواجس، فاهم؟ واستدعاء ذكريات أليمة. باشا انت ملكوم، بطنك منفوخة، فاهم؟ بطنك منفوخة مينا، بطنك منفوخة، ولا امنع الجزر، امنع البتنجان، بطنك اتنفخ. يخرب بيتك، هنفسيها ازاي دي؟ اي غسيل معدة بسرعة عند الجحش اللي هناك ده، الجحش اللي واكل هناك ده غسيل معدة وغسيل قولون. هتقوم بص اقول لك على حاجه، اقلب قولونه زي الشراب بره كده اما نشوف بميتين واخد ايه، فاهم؟ فتلاقي الدوالي بقى تظهر. ليه يا باشا؟ الضغط عالي هنا، دوالي يا باشا، الدم مش عارف يرجع، يعني الدم مش عارف يرجع ومن القلب مش عارف يطلع، فالدم اللي بيلف من عند القلب قليل، يعني الدم اللي راجع بيتعطل في محطه البطن، وجي يرجع من الايدين ومتعطل عند الصدر، ما هو اتنفخ يا باشا كده، فاهم؟ بيعمل كده بقى، هو تلاقيه مشلول كده، وايديه تنمل، وراسه ما يوصلهاش دم، ويدوخ ويقع، ويقول لك اصل ضغطه عالي، اصل مراته زعلته، اصله اتضغط نفسيا في الشغل، اصله مات في النبطشيه. يا باشا هو طافح ايه؟ هو انت بكل حكيت لي قصه امه، حتى جوز امه عرفنا اسمه، بس حضرتك ما قلتليش هو واكل ايه برضه. يعني هو احنا عرفنا بابا خلاص، انكل سامح هو بابا، قصدي جوز امه، بس احنا ما عرفناش حضرتك هو واكل ايه يعني. بطنه منفوخه ولا لا؟ يعني ما سالناهوش على بقيه اعضائه، ولا هو طول ما بيتنفس فيه الروح تمام؟ ما هو مش قادر يا باشا، بيلقف. تكونش غيبوبه سكر
اه يا باشا سكر. ما انت بقى بتدور على اي هكس بقى انت يا باشا. قلت لك افهم، بطنه اتنفخت، قفلت على مراوحه، مات. مات. هو من جوز امه، مش من الاكل، هو جوز امه اتحرش بيه. انكل سامح سهاو. فتلاقي بقى ايه اللقطه اللي بطنه اتنفخت بيها دي: دوخه، زغلله، نشفان ريق، خدلان وتنميل، تورم اطراف، نهجان والم صدر. تعالى بقى، انت ذبحه ولا جرثومه ولا فتح حجاب حاجز؟ انت في اللقطه دي معرض لكذا اتهام حسب ضغطك وسكرك. ما هو انا يا باشا هاني صباح الفل، هاني فايد صباح الفل يا باشا. الليبوديما يا دكتور ليها علاج مع النظام. الليبوديما والدهون السفليه السوفليه للبطن ليها علاج مع النظام ان شاء الله. الليبوديما، الليبوديما صباح الفل يا هاني. ولا يبقى انت زهير صباح الفل، او زهير الاردن صح؟ انت زهير بتاع الاردن. يبقى بطنه اتنفخت، ضغط ايديه عالي، رجليه تورم، ايديه ضغطها يعلى فيقيس الضغط يلاقيه عالي، انت فاهم؟ وعينيه لو قسنا الضغط عالي، ودماغه الضغط عالي بالمناسبه كل ده. فتلاقي الراجل ده معاه بقى دوخه وزغلله ونشفان ريق وخدلان وتنميل وتورم اطراف ونهجان والم صدر. اجري بيه بسرعه على المستشفى. هتجري على المستشفى عندك ضغط او سكر او بتتعالج من اي امراض؟ اه يا باشا انا بتعالج من الضغط. بصوره الضغط يا نهار اسود، ده ضغطك 600 على 200. هنعمل ايه يا باشا؟ وطوا الضغط بسرعه. باشا احنا في الطوارئ، احنا في الطوارئ وبنتعامل مع الو الو احنا طوارئ عم القرد. احنا عندنا حاله واحد داخل على اغماء عم القرد. الو مستشفى الجلاء للولاده، اديني مدير المنطقه التعليميه. يجي له بقى جري بقى، بنقيس ضغط وسكر، محاليل، علق محاليل، كنترولوك احتياطي، واحده برفلجان ومهدئ بسرعه. قيس بقى ده يا باشا. الضغط ممكن تلاقيه عالي وواطي، بتحصل يا باشا الاثنين حسب ايه بقى؟ ضغط بطنك. ضغط بطنك نص 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 يبقى ضغط دراعك عالي. ليه؟ عشان القلب لسه بيحزق. لكن لو قلبك الضغط عالي قوي في بطنك، الدم مش هيرجع، مفيش دم، فالضغط يوطى قوي، فدماغك بالسلامه بقى. ايوه اطلع بالاشعه بقى. ضغط العين عالي، ضغط المخ عالي. باشا الضغط هنا هو ده اللي بيقيسه هنا، ويقيس السكر. ويقيس ايه؟ السكر. نسي بقى يا باشا الحته دي، نسي ان دي بطنك بقى. دي بطن ايه؟ دي بطن الاستاذ عبده اللي هو بيعلق معانا اللطيف ده. عبده اللطيف ده، في واد اسمه عبده كده لطيف. عبده اللطيف. بص يا بابا، دي بطن حضرتك. بص القولون ماشي بالعرض، ادي قولون اهو بالعرض، قولون بالطول، قولون بالطول. انت بطنك متحوطه يعني. بص يعني بطنك من هنا كده، ده هنا قولون، الحته دي ماشي كده القولون كده كده كده، نازل كده كده كده، بس فاهم؟ لافف كده كده القولون اهو. شفت؟ ادي كده مربع اهو. حلو حلو. القولون بقى نايم على ايه؟ تحتيه المعده. يعني المعده يا باشا تحت القولون، عشان لو قولونك منفوخ يسد نفس حضرتك. ما انت قولونك يا باشا لو اتنفخ، ما انت هيدوس على معدتك وما تعرفش تاكل، نفسك يضايقك. فهو ربنا سبحانه وتعالى عشان كده انت بتاكل على جوع، لازم بطنك تبقى فاضيه. ايوه صاعد ومستعرض وهابط. ما هو ده اليمين بتاعي، ده اليمين اهو، ازاي ده هنا اهي، كده وكده وكده. حلو حلو. فدي بطنك. اللي يتنفخ بقى القولون يتنفخ، والمعده تتنفخ، والامعاء لو اتنفخت في الجنب من الجنبين دول يقول لك يا باشا اصل انا المراره عندي حصوتين فبيوجعوني هنا، كل لما اكل تقوم توجعني. يا باشا دي مش مراره، دي مش مراره حضرتك، دي الفلكشر، رايت فلكشر. دي الثانيه، دي مش القولون. يبقى ماشي من الاول من تحت لفوق عكس الجاذبيه اهو كده،
وبعدين بيجي في فليكشر هنا. الفليكشر ده تحت الكبد بقى. فليكشر يعني يعني تغيير مسار. ما انا كنت قولون صاعد فهي الفضلات اهي. الفضلات بتطلع من هنا تمشي كده كده كده، ودي الفضلات واقفه هنا اهي. فالفضلات ليها واقفه هنا وواقفه هنا وواقفه هنا، يبقى 4 اماكن. مكان الفليكشرز مكان تغير الاتجاه. يعني انت ماشي في سكه كده، تنتها مره، الثانيه، الثالثه، الرابعه، فانت عندك واحده هنا نغزه تجيلك، ونغزه هنا تجيلك، ده القولون، وهنا تحت بطنك هنا ده القولون، والاولانيه هنا مع الزايده. فده 4 اماكن يا باشا ينفع الفضلات تتركن فيهم وتدوس عليك تفرتك لك بطنك. فهمت حاجه ولا لا؟ يعني انت يا باشا بطنك اتنفخ، انت بقيت زي الست الحامل لا مؤاخذه، والست بطنك منفوخه زي بصي اهو. المشكله بقى ان بايت في ظهر دول، يعني في ظهر الامعاء بهمها بقرفها ده، بايت حاجه مهمه قوي، الكلاوي وفوقيها الفوق كلويه اللي هي الكظريه، والبيج فيسلز. البيج فيسلز دول اللي هم الشريان الاعظم اللي هو الاورطي، وجنبا الى جنب مع الوريد الاجوف السفلي اللي جايب الدم من اورده رجليك. فبطني دايسه على هذه الشرايين، يعني هذه البطن الخزعبليه هي نايمه كده وانا في ظهرها بقى. انا مين؟ انا الكلاوي، انا الكليتين والاورطه. ودخلت المستشفى بسبب الامساك، ماتت. مين اللي دخلت دي؟ تموت بالانتفاخ مش بالامساك. اقول لك اتحزق، حزق فاتفزق. حزق ايه؟ فاتفزق. حلو. خلي بالك انت، بص ده الاحمر ده الحجاب الحاجز اللي هو هنا اللي نازل المريء ده. لو اتفتح، ما هو ده يا باشا، ده لو اتفتح يبقى اسمه فتح الحجاب الحاجز. ده لو اتفتح وحته من المعده اتزقت لفوق، ما يا باشا اسمه ويندو. يا باشا اسمه ويندو. ما انا بطني اهي مقفوله. انا بطني ايه؟ تشامبر مقفول، غرفه مقفوله ليها 4 حيطان. اتفتق في الحته بقى الضعيفه اللي عندي عشان الضغط العالي اللي في البطن. ما هو يا باشا اوعى تنسى الاستاذ مسعد. فين مسعد؟ اهو. اوعى تنسى ان مسعد واكل نص رغيف طعميه وقرص بنادول وبتنجان الايتمنت بتاع اصحاب الزهراء. تسمي فيها اصحاب الزهراء عشان اعرف اندهلك. فتلاقي بطنه دي اتنفخت، البطن دي اتفتحت بقى، تفتح حجاب حاجز في الحته دي، تتفتق من قدام وتعمل لك فتق جار سري، تعمل فتق قربي، تعمل انت المهم ان انا عايز الضغط اللي في البطن ده افتح له ويندو عشان الدم يوصل والنفس يتحرك. يا باشا انت جسمك بيحاول على قد ما يقدر يحافظ على نفسك والدم يوصل لدماغك. ما هو انت المشكله ان ضغطك البطن لما بيزيد قوي الدم للدماغ مش هيوصل. ما هو انا دلوقتي غاده تقول لك الحمد لله لحقت اللايف. لا يا بابا، ده مش لايف، ده مسجل. ده مش لايف، ده مسجل. الحمد لله لحقت فيديو مسجل. انت دلوقتي الضغط عالي قوي جوه مثلا تشامبر زي الدماغ، فالضغط عالي فدايس على نسيج الدماغ، ودايس على الدم اللي داخل الدماغ. ادي 1. 2، الدم اللي طالع من القلب للدماغ قليل اصلا. بعدين انت دماغ حضرتك دي مش محتاجه شريان، ده محتاجه نفق شبر عشان نغذيه. بسم الله ما شاء الله على ذكائك يعني. فاحنا عايزين دم كتير جدا، وفوق ده كله عايزين سكر كتير. يعني انت فاهم؟ يعني انا فوق الدم عايز الدم ده يكون معبي سكر واسيتون. انا كمخ ده مش لايف، ده مسجل. مش حقيقي، انا هولوجرام. انا AI. ضغط البطن يا باشا، ضغط البطن ده موت ناس كتير يا باشا، واحنا مش عارفين ماتوا ليه. مات يا حبيبي بسره، واحنا عاملين نديله كنترولات مش فاهمين. ده غسيل معده، حقنه شرجيه، انت بطنه تفضى ان شاء الله تخرمها، يعيش بقى.
يعيش يبقى بني ادم. هو ملكوم بقى مليان غاز ميثان، على H2S كبريتيد الهيدروجين، على ثاني اكسيد الكربون بكميات مهوله، والسر مش قادر يكتمه في بطنه. بس يا عيني هو مكتوم في النص، يعني مش عارف يخرجه لا من تحت ولا من فوق، فاتكتم في الامعاء. اتكتم في الامعاء يا باشا. في هذه الاوقات الدم مضغوط عليه من ورا، فتلاقي الدم ما يرجعش كويس، فرجليك تورم وتعمل دوالي. ما هو على مدار سنين يا باشا، انا بحكي على حاجه ازمه حصلت فجاه وبصوره حاده، ممكن تحصل بصوره مزمنه. يعني مسعد يفضل مخنوق ايام كتيره مش عارف هو مخنوق ليه، لكن ناني، اسمك ناني، ماشي يا ناني. ايه الاسم الجميل ده؟ طب ما تشيلي احباب حطي ناني، ناني حلوه قوي. السكري عند القطط يا استاذ، احنا مش عارفين نعالج الرجاله. استاذ بلو سكاي استاذ بلو سكاي، انا تخصصي بشري بيطري حد واربع. ايوه يا استاذه اميره، فكرتني بابا الله يرحمه، الله يرحمه، انهم هم السابقون ونحن اللاحقون. فيروس بي بيتعالج في قد ايه بالنظام يا دكتور؟ 15 سنه بحد اقصى يعني ان شاء الله يحيينا ويحييك ربنا يعني، طالما 15 سنه بالكتير يعني. في التوقيت ده انت بتجري على الطوارئ، بتبلغ عم القرد، الحقني يا عم القرد انا عندي نهجين، اطلعوا بيه بسرعه على بسرعه يا استاذ، انا العيان بيضيع مني، العيان بيضيع مني يا قسطره قلبي يا منظار معده دلوقتي حالا. العيان بينهج يا باشا بيموت، ضغطه مش حاسين والنبض مش حاسه. انت عارف يعني ايه النبض مش حاسه؟ انت مش حاسس الجرثومه بتعمل ايه في الراجل بتاعنا دلوقتي؟ ولا السكر بيموته دلوقتي. ده اسيتون بلس 3. انت عارف يعني ايه اسيتون بلس 3 حضرتك؟ انت مش عايز تتدخل بانسولين، مش عايز تديله حاجه تنزل السكر، مش عايز باشا. وبطنه محدش جاب سيرتها، البطنه تفضل مهمله زي القفا. ستاموني اللي غنى القفا بشوي الوحيد، طارت وراحت في الهوا جت على القفا، فاهم؟ حتى لو ما قفلتش القافيه هقولها لازم يا باشا. اوعى تنسى بطنك، بطنك زي قفاك، انت مركز في العيون والرموش والخدود والكعوب، وبتعمل روتين لركبك وكعوب رجليك، وناسي الروتين بتاع بطن ام حضرتك يا باشا. بطنك محتاجه شويه رعايه، شويه تطبيل، شويه مساج، شويه تليين، شويه معامله محترمه، شويه صيام. انت فاهم يعني؟ انت فاهم قصدي ولا ايه يا باشا؟ يعني ادي بطنك روتين يعني، فاهم؟ عامل بطنك يقول لك بسرعه يا استاذ انا العيان بيضيع مني، يا تدخلوني مناظير يا تدخلوني قسطره، انت هتسيبوني كده وانا الجرثومه بتموتني جوه؟ يا خبر ابيض يا باشا، انا النبض مش حاسه، ده احنا لحقناه، ده لحقناه، احنا لحقناه يا باشا، ده احنا لحقناه دلوقتي حالا. ده انت عارف ان انسداد الشريان التاجي بنسبه 95%، ده احنا انقذناه، ده كان على وشك الموت دلوقتي حالا. ايوه يا باشا، هتلاقي يا تصلب يا فتق، والاثنين ما لهمش لازمه يا باشا، هم بقالهم كتير اصلا. انت متصلب وانت في ثانيه اعدادي. ازيك يا لبنى؟ قلت لك انا يمني. انت يمني ولا يمنى؟ انت لبنى ولا يمنى؟ انت يمنى اللي كنت عندي بجد؟ وانت عامله لبنى ليه؟ ايه ليه اللخبطه دي؟ انا فاكر يمني، توم ذكر يمني للقضاء على الجرثومه. الجراثيم عايزه القتل والله. بص يا باشا، هتخش يقول لك ايه؟ بص الحقنا الحمد لله، التصلب حقنا حطينا دعامتين وخرجنا بفضل الله، والفتق حطينا صمامين وخرجنا بفضل الله، الحمد لله انقذناه ومش هتتكرر تاني. لو لقينا مراره هنشيلها. بس حضرتك يا باشا، انت يا باشا سبت ازمه الراجل نفسه، والراجل ما انت ما عملتلوش حاجه، انت ما عملتلوش حاجه خالص، فاهم؟ وانت مشكله حياتك يا استاذ مسعد انك لا مؤاخذه منفوخ، ملكوم مخروم، مزعوم مشؤوم، يعني اسطره يعني منظره سهله خالص،
سهله خالص، سهله. واستمر في الحزق يا باشا. انت يا باشا مشكلتك ان انت حزيق. انت يا باشا عايش حياتك بتحزق وانت مش عارف. انت بتاخد نفسك وانت بتربط الكوتشي بتحزق. انت يا باشا حزقتك سبب مرارك كله. ويقول لك انت صدق بيرسوناليتي تايب ايه؟ انا ما شفتش واحد تايب بي. يعني انا عندي 46 سنه، داخل في 46 سنه اهو، وما شفتش ولا واحد تايب بي. احنا كلنا تايب ايه الحمد لله. كلنا طموحين وعصبيين وقولوننا عصبي. وطالما قولونك عصبي هديك سيبراليكس. دي شفتها بقى من باشا من باشوات الطب اللي انتوا بتمشوا وراهم. قال لها انت عندك قولون عصبي ومعده عصبيه ومريء عصبي، هتدي له علاج ايه؟ سيبراليكس. سلام يا امينه، يا واد يا امينه، البرفان اهو. هديك سيبراليكس. عارف ليه؟ عشان معدتك عصبيه وقولونك عصبي وصماماتك عصبيه ومرتك عصبيه. انت الوحيد انت الوحيد اللي مش عصبي في حياتك. كل حاجه اعصابها تلفانه ما عدا انت. انت كائن مسكين، فاهم؟ استمر فين؟ في الحزن. انا بقى هقول لك معلومه بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الفالزالفا فور 2 minutes قاتله. ايه الفالزالفا دي؟ هواري بيقول لك في ولد اتوفى النهارده بسبب الاندومي. قلت والله لسه بقولها. يعني ايه فالزالفا؟ يعني يا باشا انت لو عملت كده حزقت، يعني قفلت لسان المسمار اللي هي اللهاء، قفلتها كده وحزقت. اكنك بتحزق وانت بتعمل التويلت، او الست بتحزق وهي بتولد. بتحزق. عارف الحزقه دي لو قعدت دقيقتين تمنع الدم عن دماغك. انت متخيل يا استاذ جعفر معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انت طول ما ضغط بطنك عالي الدم لدماغك مش واصل بصوره جيده. ويا ريت كمان الدم ده بقى راح متغذي كويس. لا، ده الدم كمان الترويه ضعيفه والمواد الخام ضعيفه. الترويه ضعيفه وايه؟ والمواد الخام ضعيفه. يعني ال HDL وال LDL والاسيتون والسكر اقل من اللي جسمك محتاجه. يمنى حامد تقول لك انا يمنى، لا دي سهله، دي سهله. لكن انا لبنى قالت لك انا يمنى، ده حدوته ثانيه بقى. تتهمها انت بقى في اضطراب او فحص كيميائي او فيزيائي. يعني انت بتتهم الاعراض بقى اللي شفتها، الدوخه بالدوار بالنهجان بضربات القلب بالتنميل بالشكشكه بالمسرقه بالنبض اللي مش محسوس بحاله الطوارئ اللي كنت فيها. تتهمها في سكر، في اسيتون، في حموضه، في صوديوم قليل، تتهمها في جلطه، تتهمها في ضغط دم. ده اللي انت حافظه يا باشا. انت ما اتهمتهاش في بطنه خالص. انت ما اتهمتهاش ان الدم مش واصل لدماغه. ما اتهمتهاش ان الدم مش واصل لرجليه. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني مسرقه. انا الحقوني، قلت له لك كده انا بموت. ما هي طفحه بتنجان وطفحه طعميه ونص رغيف بلدي وقرص اوجمنتين والدواء الغده بتاع الدرقايه الصبح. ما لازم تموت. الله، ما واخده خلطه فطريات على حاجات ملزقه على سموم على خرا، وجاي تقول الاسيتون موتني. الله، ده الاسيتون طلع عشان يعلى في دماغ امك. السكر عالي وانا حل بايه؟ ده ايه الاستفزاز ده؟ انت شفت السكر كان كام؟ سكره كان 600. اما جاله زغننه سكره كان 600. انا بعرف اما سكري بيعلى، بعرف بيجي لي نهجان وزغننه ونفسي بيضيق، بعرف اما ضغطي بيعلى، بعرف. ما هو يا باشا لازم تعرف، ما هو انت حضرتك انت اصلا بتنهج وبطنك داست على صدرك، فلازم سكرك يعلى وضغطك يعلى الاثنين. مش بينقذ امك، مش سكرك بيعلى عشان ينقذ امك، مش في كورتيزون بيطلع عشان ينقذ امك. الله، انت ليه بقى انت رحت تتعالج من السكر؟ طب وبطنك وانا ضغطي لما بيعلى معنا من انا متغلغل لما ضغطي بيعلى. ما انت رحتي قيسي الضغط ساعتها. لو قيسي ضغط بطنك يا استاذه قرف. لكن انا اضرب جسمي وعامل جسمي. حزق فتلزق، حزق فتمزق فتلزق، حزق
فاتمزق فاتلزق. فهمت حاجه يا استاذ جعفر؟ على مستوى الجسم بقى، انت جسمك بقى فيه ستريس، يعني على مستوى الجسم الهرمونات في ستريس، في كورتيزون، في ادرينالين، في الدوستيرون، حاجات يا باشا تخلي حضرتك تتنشط. لا مؤاخذه هرمونات ذكوره بقى تطلع، فاهم؟ جروس هرمون يطلع بقى يا باشا. احنا تعبانين، احنا تعبانين. استاذه منال اتكلم باسلوب افضل من كده. بلاش تلوث السمعي ده. هو انت انا قاعد في بيتكم، ما تقلبي يا بنتي القناه. والمسلمه الادب فضلوها نعمه، اقلبي يا بنتي القناه. الناس المتدينه هنا دي، احنا هنا قناه بقلاله الادب بره. على مستوى الجسم في ستريس، كورتيزون، ادرينالين، الدوستيرون. الهرمونات ده يا باشا هرمونات تطلع يا باشا عشان لا مؤاخذه تحميك، لا مؤاخذه تنقذك. مسلمه قالت حاضر. ايوه يا باشا كده. تقعد يا باشا، تقعد يا باشا، تقعد زيك زي الباقيين بس وخلاص. مش هيصه وزنبليطه، مش ناقصين قرف. اللي لازمه علم يقعد يسمع، مش هيقول لك تلوث سمعي. انت ودانك اصلا مخرمه لوحديها.